السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة هنحضر فيه اساور الجلاش باسهل وابسط طريقة ممكن تعمليها، واعرفك التسوية المظبوطة للجلاش علشان يطلع معاكي مقرمش زي بتاع المحلات بالظبط. واول حاجة هنحضرها الشربات لاننا بنحتاجه بارد. هنضيف كوبايتين من السكر، هنزود عليهم كوباية ونص من المية، والكوباية اللي بنعاير بيها السكر هي نفس الكوباية اللي بنعاير بيها المية. ومش بنقلب الشربات بمعلقة علشان ما يسكرش معانا، وكل السكر اللي موجود ده هيدوب اثناء الغلي. هناخد الشربات ونرفعه على النار لغاية ما يبدأ يغلي. وشربات الجلاش السمك بتاعه بيكون متوسط. واول ما الشربات بيغلي معانا هنزود عليه نص عصير ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر. وبعدين هنسيب الشربات على النار لمدة 5 دقايق علشان يستوي كويس. وبعد ما الشربات استوى كويس هنفضيه في طبق ونسيبه يبرد شوية، وبعدين هندخله التلاجة لغاية ما نحتاجه. وبعدين نبدأ نجهز الخطوات اللي هنحتاجها بعد كده. اول حاجة هنحضر عندنا الصينية اللي هنحط فيها الجلاش وندهنها كويس جدا بالسمنة. وهنحتاج كمان نص كيلو من الجلاش، والكمية زي ما انت عايزة، ممكن تكتري او تقللي حسب رغبتك. وهنحتاج كمان كوباية من السمنة البلدي تكون متسيحة، وينفع تستخدمي اي نوع سمنة متوفرة عندك. وممكن تعملي خليط بين السمنة والزبدة او السمنة والزيت وهيطلع كويس جدا معاكي. ويفضل ان انت تدخلي الزيت مع السمنة او الزبدة علشان بيخلي الجلاش مقرمش جدا. انا مستخدمة كوباية الا ربع من السمنة البلدي، والباقي حطيته زيت وسيحتهم كويس مع بعض. وبعدين هنبدأ ناخد ورقة واحدة بس من الجلاش، وبقية كمية الجلاش هنغطيها بفوطة او هتدخليه في قلب كيس علشان ما ينشفش منك. وبعدين هتفردي ورقة الجلاش على الرخامة وتدهنيها كويس جدا بالسمنة. مش مهمة تدهني سمنة قد ايه، بس اهم حاجة تغلفي الورقة كويس جدا بالسمنة. وبعدين بنتني الورقة زي ما شفتوا وبنرجع ندهنها تاني دهنة بسيطة من السمنة. وبنجيب عودين من الشيش وبنحطهم على طرف ورقة الجلاش، وبعدين بنلفهم على شكل رول، وبنسيب في الاخر حوالي 1 سنتي من الجلاش من غير ما نلفه. وبنضغط على الجلاش بايدينا علشان يدينا الشكل الكرمشة. وبعدين بنشد الجلاش من عصيان الشيش بيطلع معانا بكل سهولة. وبنقفله على شكل دايرة، والسنتي اللي كنا سايبينه من الجلاش بنضغطه بايدينا. دي القاعدة بتاعة الجلاش اللي هنحط فيها الحشوة بعد كده. وطبعا الصورة موضحة كتير جدا، هنعمل كمان واحدة علشان تشوفوا الشكل بتاعها. وانتي بتلفيها رول كده، بلاش تضغطي عليها قوي علشان ما تكونش مكتومة معاكي في التسوية. وبنضغط على الجلاش من الحروف علشان يدينا شكل الكرمشة. وبنقفلها على شكل دايرة او على شكل كحكة. وطبعا هي مش بتقفل معاكي كويس قوي، بس دلوقتي هعرفك ازاي تقفليها كويس. والجلاش اللي طالع من النص ده بنضغطه بايدينا علشان زي ما قلنا دي القاعدة بتاعة الحشوة. طريقته سهلة وبسيطة وممتعة جدا، بس لو اول مرة بتعمليه هتحس كده ان اول واحدة وتاني واحدة صعبين شوية، لكن بعد كده ايدك هتاخد عليه وتحسي ان هو سهل جدا. نجيب الصينية اللي كنا دهنينها كويس بالسمنة علشان نرص فيها الجلاش، ونجيب الجلاش من المكان اللي كنا قافلينه ونلزقه في جدار الصينية علشان ما يفتحش معانا اثناء التسوية. وبنرص الجلاش كويس جنب بعضه علشان ما يفتحش اثناء التسوية. وبندهنه دهنة بسيطة من السمنة من فوق علشان ياخد لون كويس. وفي الوقت ده لو حابة تحشي الجلاش مكسرات احشيه، او ممكن تخلي الحشوة بعد التسوية. لو هتحشي مكسرات قبل التسوية تكون المكسرات نية علشان تتحمص معاكي في الفرن، لكن لو متحمصة فسيبيها لما الجلاش يستوي كويس بعد كده احشي بيها، علشان لو حطيتيها وهي متحمصة هتتحمص معاكي بزيادة. او لو هتحشي كريمة او شوكولاتة او نوتيلا تكون بعد التسوية.
انا هحشي مكسرات بس بعد التسوية علشان المكسرات متحمصة معايا. نشوف التسوية المظبوطة للجلاش، بس قبل اي حاجة تسوية الجلاش دي معفيش اسهل ولا ابسط منها. سوي في اي فرن متوفر عندك، بس اهم حاجة النار من تحت تكون هادية جدا ومن فوق تكون هادية، وسيب الجلاش في الفرن من ساعة الا ربع لساعة علشان يستوي كويس. وبنحرك الصينية من وقت للتاني علشان ياخد كلاته لون واحد، وما تستعجليش عليه في التسوية بتاعته علشان يستوي كويس جدا معاكي من جوه ويطلع معاكي مقرمش. ولو استعجلت عليه هتيجي تاكلي الجلاش هتلاقيه لسه ما استواش من جوه وكمان بيندغ معاكي، فتجنبي الخطوات دي وسيبيه يستوي كويس. واول ما بيطلع معانا من الفرن وهو سخن بنضيف عليه الشربات، وبنسيبه في الشربات حوالي كده دقيقتين، وبعد كده بنصفي الجلاش وبنطلعه من الشربات. وطبعا الجلاش ما اخدش كل كمية الشربات اللي كنا عاملينها، اخد كده حوالي نص الكمية لان الجلاش مش بيحتاج شربات كتير. نبدأ بقى نحشي الجلاش. انا هستكفى بحشوة السوداني بس، هضيف بس عليها معلقتين من الشربات علشان يكون متماسك معايا. وطبعا عندك حرية الاختيار في الحشوة اللي انت حابة تضيفيها. شايفين شكل الجلاش قد ايه حلو ويفتح النفس، واللون بتاعه مظبوط جدا، بجد يستاهل التجربة، هيعجبكم. اللون بتاعه من فوق مظبوط جدا، والقاعدة بتاعته من تحت واخدة لون حلو قوي، وقد ايه مقرمش وهش جدا من جوه. والطعم بتاعه ولا غلطة، جربوه بإذن الله يعجبكم، وطبعا ما نستغناش عنه في رمضان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.